زهقتي من تجهيز السحور كل يوم؟ صواني رايحة وصواني جاية وتجهزي وتغسلي مواعين بعد الفطار ومواعين بعد السحور. تعالي هقولك نعمل ايه في السحور. ده كيلو لبن راب معايا، نسيته في التلاجة وجيت اغليه لقيته راب معايا. ارميه؟ ما يحصلش. تعالوا بقى يلا كده هنجيب كيلو دقيق وهنشوف هنعمل بيه إيه. ده كيس لبن نيدو صغير كده، لبن بودرة، يعني بمعادل كده ايه ما يعادل معلقتين كبار. عليهم كيس بيكنج باودر، عليهم نص معلقة ملح، معلقتين كده ايه من السمسم زي ما انتوا شايفين. وده مج عليه سمنة على زيت زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. هنركنه دلوقتي على جنب. هنا معلقتين سكر كده، ودي معلقة خميرة كبيرة، على ربع كوباية مية كده زي ما انتوا شايفين، وهنركنها على جنب. هنقلب المكونات الجافة كده بالطريقة دي. ويلا بقى تعالوا شوف هنعمل ايه. ده اللبن اللي رب معانا كوباية اتنين، وهنركنها. وطبعا على حسب الدقيق بتاعك ما هياخد معانا في اللبن ده او الرايب بتاعنا. انا هنا خد معايا 3 كوبايات. واعملي حساب السمنة والزيت اللي هيتحطوا، والربع كوباية خميرة بمعلقتين السكر زي ما انتي شايفة كده. يلا بقى كده ايه اهو، سيحناها حاجة بسيطة يا دوبك فكت معانا السمنة بتاعتنا. سمنة بقى زبدة، عايزة زبدة بس، عايزة زيت بس، زي ما انتي عايزة يا حبيبة قلبي، المتاح عندك والموجود. اقعدي بقى كده لتي واعجني لتي واعجني فيها لحد ما تبقى معاكي عاملة زي الملبن كده في ايديكي. بص كده بس كده خلاص. لتنا وعجنا كده بتاع 10 12 دقيقة. هاتك يا لت وعجين اهو. يلا بقى غطيها كده بالاسترتش ريب، وهنركنها بقى على جنب. هنغطيها كده وهنسيبها. وده بقية اللبن معانا زي ما انتوا شايفينه، مش هنرميه، هنعمله حاجة تاني. هنا خمرت معانا قعدت بتاع مثلا ساعة الا ربع كده، معانا 45 دقيقة. ويلا بقى هنقطعها كده، ونكون مشغلين الفرن بقى يسخن معانا على درجة حرارة 200. هنقطعها كده زي ايه قد الليمونة كده، وهنعملها زي سرة من الدنانير. عارفين سرة الدنانير؟ احنا هنعملها كده. يلا بقى كده ايه هنغطيها نسيبها تخمر تاني حوالي ربع ساعة. وهنا بعد ما قطعتهم افتكرت ان احنا عندنا بواقي جبنة. وطبعا اليومين دول مفيش بيت في تلاجته ما فيهاش بواقي جبنة. يلا بقى كده هنكسرها كده. عندك زعتر، عندك اي حاجة عايزة تضيفيها على الجبنة ضيفيها. ما عندكيش حاجة من ديك هي جبنة كفاية وبواقي الجبنة بتاعتك. ويلا كده هنرجع تاني نعمل سرة من الدنانير، وهنعمل بالطريقة دي كده ونريح دماغنا بقى من كل يوم السحور. وكفايانا بقى فول وطعمية، وكفايانا بقى الحاجات اللي بتتعمل بقى وتتحضر. وبيني وبينكم كفاية علينا مواعين الفطار، كفاية الفطار هيبقى فطار وسحور. خلاص ده احنا الواحد بيغسل كمية مواعين مش عارفة والله العظيم. ده احنا لو من كفار قريش مش هيتعمل فينا كده. درجة حرارة 200 وهندخلها كده زي ما انت شايفة. واول ما يطلع معاكي بالطريقة دي كده هتغطي بقى المخبوزات بتاعتك بفوطة نظيفة مخصصاها للمخبوزات. سيبيها 10 دقايق مع بال ما تعملي الشاي بلبن بقى. وجهزي يلا كده كوبايتين ولا مجين اللي انتي بتشربي فيهم. ويلا اتسحري سحور حلو خفيف. وتسحري انتي والجيران، مش انتي لوحدك بس، من غير مواعين ومن غير غسيل ومن غير كركبة حوض. وعملنا احسن مخبوزات. بصوا عاملة ازاي. جربوها يا رب تعجبكم، وان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. وهنتسحر بيها كل يوم وهنسحر الجيران معانا. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم بخير. والسلام عليكم.